بيبدأ الفيلم بأميرة كفيفة اسمها داشا، وبتكون داشا بتتدرب على القتال مع المدرب توماس، وبنلاحظ إن داشا برغم إنها كفيفة لكن بتستخدم باقي الحواس اللي عندها علشان تقدر تصد ضربات توماس. لكن كده كده توماس بيقدر إنه يسدد لها ضربة وبيوقع منها العصاية بتاعتها، وبيقول لها توماس إن اللي بيخاف بيتهزم، وإنها لازم ما تخافش من خصمها مهما كان، وإنها لازم تهزمه. وبتيجي إيفونا الملكة وبتقول لبنتها إن القتال مش للبنات وإنها لازم ما تتدربش تاني، فبتقول لها داشا إنها بتحب القتال جدا وحابة تتدرب. وبتعرفها إيفونا إن الملك والدها جاي النهارده من رحلته، وإن هيكون في عاصفة قوية في البحر، وإنهم لازم يدعوا له إن المركب بتاعته ما تتحطمش. وبيكون في اتنين اسمهم بالالاي وصاحبه هاي سامعين الكلام ده وبيحسدوا توماس لأنه قريب جدا من عيلة الملك. وبيجي توماس ليهم هما الاتنين وبيقول لهم ياخدوا خشب ونار عشان يولعوا للملك وهو جاي من البحر، وبيقول لهم على مكان معين يولعوا فيه علشان الملك وهو داخل بالمركب ما يدخلش من ناحية فيها صخور. وبالليل بنشوفهم رايحين بالخشب والنار وبيولعوا في مكان غير المكان اللي توماس قال لهم عليه. وفي نفس الوقت ده بنشوف الملك جاي بالقارب بتاعه من بعيد، والعاصفة كانت قوية جدا، وطقم المركب اللي مع الملك بيشوفوا النار وبيغيروا مسار اتجاه المركب لناحية النار. لكن مرة واحدة والمركب ماشية بتتخبط في صخور، المركب بدأت تغرق وبتتحطم بالكامل. وبالنهار بنشوف حطام المركب على الشط عند بالالاي وهاي، وهاي بيلاقي شخص وسط الحطام معاه كتاب وبيقول لهاي اديلي الملكة، وإن لازم الكتاب ما يوقعش في إيد الشخص الغلط لأن ده كتاب سحري وفيه تعويذات ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا. فبيضحك هاي على الكلام اللي الراجل بيقوله وبيضربه برجله وبياخد منه الكتاب، فالراجل بيموت. والمهم ان هاي بيفتح الكتاب وبيلاقي ان فعلا في تعاويذ سحرية، وبيقرأ هاي منهم تعويذة اسمها تعويذة الإعصار، وبيلاقي ان في قوة سحرية ظهرت في ايده وبيوجهها ناحية البحر، وبيحصل إعصار كبير وبقى هاي وبالالاي في حالة من الصدمة. وفي الوقت ده الملكة بتوصل عندهم، وقبل ما الملكة تتقاتل مع هاي بيقول هاي تعويذة سحرية بيخليها تتسحر وافتكرته هو الملك. يعني بالمختصر كده التعويذة دي خلت الملكة خاتم في صباع هاي، ولما الجنود بتيجي عند الملكة بتوقفهم ومش بتخليهم يقبضوا على هاي، وبتقول لهم ان ده الملك الجديد بتاعهم، فالجنود بتنحني قدام هاي. ولما توماس بيفكر يعمل حاجة هاي بيقرأ عليه تعويذة وبيخليه غراب، وبيطير توماس بعد ما تحول لغراب. وبترجع الملكة للقصر ومعاها هاي وبالالاي، وبيعين هاي بالالاي جنرال على الجيش. وبتنزل داشا لأمها وبتفكر إن والدها الملك رجع، فبيسأل هاي إيفونا لو تعرف البنت دي، فبسبب سحر هاي إيفونا بتقول إنها ما تعرفهاش ودي مش بنتها. وبتفهم داشا إن أمها مسحورة، فبتحاول إنها تتقاتل مع بالالاي وهاي، لكن هاي بيقرأ عليها تعويذة وبيحولها لرماد جوه قماشة وبيقفل عليها. في اللحظة دي الغراب اللي هو توماس بياخد القماشة دي وبيهرب، لكن بالالاي بيمسك بندقية وبيضرب الغراب بيها، فالغراب بيوقع القماشة وبتنزل جوه بير. بعد كده بنروح لعم توماس اللي الجنود بيدخلوا عليه فجأة وبياخدوا كل حاجة من بيته تخصه وتخص توماس، وبيتهموا توماس انه خاين. ولما بيرجع ايفان اخو توماس بيعرف اللي حصل وان الجيش اتهم اخوه بالخيانة، وحاليا محدش يعرف مكانه. وطبعا ده كله والجيش تحت سيطرة هاي. بيقرر ايفان انه يرجع حق اخوه بطريقته، وبعد 3 شهور بنشوف ايفان موجود في السجن وبيلعب مع الحارس على هدومه، والجندي اللي بيحرسه بيخسر كل هدومه، وبياخد ايفان هدوم الجندي وبيلبسها وبينادي ايفان على الحراس، فبيفهم الجندي الخطة اللي هو بيعملها عليه. ولما الحراس بتيجي بتلاقي الجندي لابس لبس السجن، فبتفكروا انه هو المسجون، فبيدخلوه الزنزانة. وبيقدر ايفان انه يهرب وبيخرج للشارع وبيمشي وسط الجنود من غير ما حد يكشفه ولا يلاحظ اصلا انه هربان من السجن. وبيكون في الوقت ده في حرب على المدينة، وبيدخل ايفان لساحة المعركة وبيلاقي القذائف بتترمي من كل ناحية. ايفان ما كانش عاوز اصلا انه يقاتل مع الجيش، وبيرمي المدافع على الارض وبيجري وراها علشان يعمل نفسه انه بيجيبها ويهرب من غير ما حد يلاحظه. وفعلا خطته دي بتنجح، وبيوصل لعند البير اللي وقع فيه القماشة اللي فيها رماد داشا، وبينزل ايفان للبير وبيلاقي القماشة وبيفتحها، وبنلاقي ان القماشة اتحولت لطوبة وحديدة، فبيشيلهم ايفان في جيبه وبينام لحد ما بيلاقي فوقيه 2 من الجنود وبياخدوه للجنرال بالالاي. كل الجيش بيفضل يضحك عليه وبيحكموا عليه بالإعدام لأنه هرب من ساحة المعركة، وده بالنسبة لهم بيكون أقل عقاب لإيفان. والجنود بتاخد إيفان بعيد علشان يعدموه، فإيفان بيحاول يقنعهم إنه أصلا أمير أجنبي، لكن الجنديين بيقولوا له يسكت علشان يعدموه ويخلصوا. وبيقف إيفان وبيديلهم ظهره علشان يضربوه بالرصاص ويخلصوا عليه، لكن مرة واحدة بيلاقي إيفان حبل اترمى من منطاد، فبيمسك إيفان الحبل وبيطلع عليه بسرعة، وبيقدر انه يهرب من الجنود والموت اللي كان بالنسبه له على تكه. ولما بيطلع ايفان جوه المنطاد بيساله الراجل هو مين وايه اللي جابه هنا، فبيقول له ايفان ان هو اللي رماله الحبل بنفسه. فبيقول له الراجل حبل ايه؟
ده مجرد مقياس بيقيس المسافة بين المنطاد والأرض، والراجل بيعدي الموضوع. الراجل بيعرفه بنفسه إن اسمه جين، وبيعرفه كمان إنه لسه هربان من السجن بمناسبة إنه جندي يعني. فإيفان بيعرفه إنه هو كمان هربان وإنه لا جندي ولا حاجة. فجين قال له كويس، وإنهم هيمشوا مع بعض لحد ما يشوفوا مكان ينزلوا فيه ويستقروا. وقال جين لإيفان ما يلعبش في أي حاجة في المنطاد، لكن إيفان بيخليه يبص الناحية التانية وبيكسر جهاز التحكم واللي بيطلع بخار للمنطاد. بيتصدم جيم من اللي عمله إيفان، وقال له إنهم لازم يخففوا الحمولة بسرعة علشان المنطاد يستقر تاني، لأنه لو وقع على الأرض هيتدمر. وبيبدأوا يرموا الحاجة اللي على المنطاد، وبغباء إيفان بيرمي الفحم اللي بيولع جين بيه المنطاد. فبيتضايق جين وقال له إنهم لازم ينطوا من المنطاد بسرعة. وبينزل إيفان من المنطاد بالحبل، ولما إيفان نزل المنطاد بيرجع يطير تاني، وبيخبط إيفان في شجرة وبيغمى عليه. ولما بيصحى بيكون بردان وعاوز يولع أي نار، فبيجمع شوية خشب وبيطلع الطوبة والحديدة اللي معاه وبيفركهم في بعض علشان يولع النار. لكن مرة واحدة الرماد اللي اتحولت له داشا بيظهر، ومش بياخد إيفان باله منه. داشا بترجع تظهر تاني، وبتكون بالعصاية بتاعتها وبتضرب في الهواء وبتشتم على هاي. بيتخض إيفان لما بيلاقيها وبيسألها هي طلعت منين. بتكون داشا مفكرة انه مع هاي، وبتفضل تشتمه هو كمان، وكانت عاوزة تضربه. فبيقول لها انه ما يعرفش هي مين ولا ظهرت منين. فبتفهم داشا انه مش من اتباع هاي، وبتديله العصاية بتاعتها وبتقعد تتكلم معاه وبتحكي له قصتها، وان هي الأميرة، وان هاي سيطر على المملكة بسحره، ومش عارفة ازاي قدر يسحر امها الملكة. بتعرفه كمان انها كانت عايشة جوه الحديدة اللي معاه دي، وانها سحرية وبتحقق الاماني. فبيفرك ايفان الطوبة والحديدة وبيطلب 5 روبل، فمش بيحصل حاجة. فبيفهم إيفان إنها مش سحرية ولا حاجة، فبتقول له داشا إنها سحرية بس بتجيب له اللي بيطلبه مع شخص، وإنه لازم يعمل حاجة في مقابل الأمنية. ومرة واحدة بيلاقي إيفان راجل راكب حصان بينادي عليه، وبيقول له إنه لو قطع له شوية شجر وجاب له خشب يقدر يولع بيه علشان يدفيه، وهيديله ال5 روبل اللي طلبها. ولما بيرفض إيفان يقطع له الخشب الراجل بيختفي، وبيتصدم إيفان وبيفهم إن الراجل ظهر بسبب الأمنية. وبيصدق إيفان كلام داشا أخيرا، وبتطلب منه داشا يروحوا للقصر، وبتخلع له الحلق بتاعها، وبتطلب منه يديه لأمها لو قدر يوصل لها، وإنها تفتكرها على طول لما تاخد منه الحلق. بياخدها إيفان وبيروح المطعم في قرية جنب المدينة، وبيقول لها إنه هيروح للقصر وهيرجع لها على طول لما أمها تفتكرها. وبيدي إيفان لصاحب المطعم فلوس، وبيقول له يأكل داشا لحد ما يرجع. وبيمشي إيفان وبيروح لقصر الملك، ومش بيهتم إنه أصلا يدي الحلق للملكة، وبيفضل يسرق من القصر حاجات كتير، وبيدخل أوضة وبيستخبى من الحراس لحد ما يمشوا، لكن من غير قصد بيعمل صوت والحراس بتدخل عليه على طول. بيتقاتل إيفان معاهم وبيرمي الحاجة اللي سرقها، وبيجري إيفان منهم، وبالغلط بيرمي نفسه في المدخنة بتاعة غرفة العرش، وبينزل قدام هاي. بيسأله هاي ايه اللي نزله من المدخنة، وبيفهم انه كان بيجري من الجنود. فبينادي هاي على الجنود وبيأمرهم انهم يسجنوه وما يطلعوهوش غير على الإعدام على طول، وبياخدوه الجنود للزنزانة بتاعته. ومش بيكون إيفان عارف يعمل أي حاجة علشان يخرج، وبيفضل قاعد زهقان لحد ما مرة واحدة بيلاقي الغراب اللي توماس اتحول له معاه في الزنزانة، وبيكلمه. بيقول له الغراب إن هاي معاه كتاب سحري مليان تعاويذ، وإنه قرب يخلص، وإنه يطلب من توماس حصان آلي يتحرك بيه، والحصان ده هيوصله لأي مكان، وده في مقابل إنه هيجيب له قلم سحري يقدر يكتب بيه تعاويذ كتير ويملى الكتاب السحري. بيفهموا الغراب إنه هيروح لأرض معينة اسمها أرض البويان، ودي مملكة هيدوله فيها حبر سحري، وبعدها هيروح مدينة فوق السحاب هيدوله فيها قلم سحري، والقلم والحبر دول قادرين إنهم يملوا كتاب التعاويذ كله. ومرة واحدة بيصحى إيفان من النوم، وبيطلع إنه كان نايم ده كله، وإن الغراب جاله في المنام، وبيفضل يفكر إزاي هيخرج نفسه لحد ما بيطلع الطوبة والحديدة السحرية وبيفركهم، وبيطلب إنه يخرج من الزنزانة. ومرة واحدة بتدخل عليه واحدة من الحراس وبتقول له إنه لو اتجوزها حالا هيقدر إنه يخرج من الزنزانة. فبيكون إيفان مش عايز يتجوزها، ولما المأذون بيجي علشان يخلي إيفان يمضي، إيفان بيقفل على نفسه باب الزنزانة وبيقول إنه مش هيتجوزها أبدا. فبيمشي المأذون والحارسة وبيختفوا، وبيفهم إنهم كانوا سحريين بسبب الأمنية، بس هو اللي غبي وما قدرش يحقق الأمنية بتاعته. وبعد كده الجلاد بيجي وبياخد إيفان لهاي، وإيفان قبل ما يتجلد وبعدها يتعدم بيطلب إنه يتكلم مع هاي. وبيقول إيفان لهاي إنه عارف بموضوع الكتاب السحري، وإنه هيجيب له قلم يقدر يملى بيه الصفح الفاضية في الكتاب بتاعه ويعمل تعاويذ كتير. فبيخلي هاي الجلاد يفكه، وبيقعد إيفان يتكلم مع هاي على انفراد. بيقول إيفان لهاي على موضوع القلم والحبر، وإنه هيملى له كتابه بتعاويذ سحرية،
لكن علشان يجيب له الكلام ده لازم يديله حصان آلي يتحرك بيه ويوصله لأي مكان هو عايزه. والشرط التاني إنه يعينه ملك على أي مملكة ويخلي ليه سلطة كبيرة، وده طبعا شيء بسيط بالنسبة للقوة اللي هو هيديها له. وبنفهم من كلام إيفان إنه ناوي يسيب داشا وما يرجع لهاش تاني، وبيوافق هاي على طلباته وبيديله الحصان. وبيخرج إيفان يركب عليه، وبيكون الحصان بيشتغل بالعملات المعدنية، وبيتحرك الحصان بإيفان وبيقول له إيفان يوصله لمدينة بويان. وبينام إيفان في الطريق والحصان بيوصله للمطعم اللي إيفان ساب داشا فيه. بنلاقي إن داشا اشتغلت في المطعم لأن بقاله فترة كبيرة ما جاش وسابها ويعتبر ناسيها أصلا. وإيفان ما كانش عاوز داشا تعرف إنه موجود، وبيحاول يتحرك بالحصان، لكن الناس بتشوفه وبتفكره انه اخو داشا وراجع علشان ياخدها. داشا لما بتسمع صوته بتفرح جدا وبتسأله لو امها افتكرتها علشان كده راجع ياخدها، لكن ايفان كان متضايق انها عرفت انه موجود اصلا، وبيعتذر لها لانه ما قدرش يخلي امها تفتكرها. وبيحكي لها على اللي هيعمله، وانه قال للملك انه هيخلي ايفونا تفتكر بنتها في مقابل القلم والحبر. وطبعا بيكون كلامه كله كذب. بعد كده بتودع داشا القرية وبتركب على الحصان اللي مع إيفان وبيتحركوا سوا. وطول الطريق بتعرفوا داشا إن الناس كانت بتقول عليه إنه رماها ومش هيرجع لها تاني، لكن هي كانت واثقة إنه هيرجع وياخدها ومش هيخيب أملها. وفعلا رجع وأخدها، وإيفان أصلا كان نفسه إنه يرميها ومش عاوز ياخدها معاه. بعد كده بنشوفهم بيمشوا مسافة طويلة جدا علشان يوصلوا لمدينة بويان، لدرجة إن الحصان بيدخل جوه البحر بيهم وبيمشي في المية لحد ما بيوصلوا الغابة. وبيقف الحصان قدام كهف وبيعرفهم انهم وصلوا للمدينه. فبيقول ايفان لداشا ما تجيش وراه وتفضل هنا. وبيدخل ايفان جوه الكهف وبيستكشفه، بيلاقي ياقوت كتير في الارض، وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقي فتحه بتودي على مدينه بويان. وبيلاقي اهل المدينه كلهم اقزام، حتى الجنود والملك كلهم اقزام. ومره واحده بيلاقي ايفان الحراس بتقبض عليه وبياخدوه للملك بتاع المدينه وبيكون اسمه شاك. ايفان بيكون مربوط وشعب المدينه كلهم واقفين حواليه وعاوزين يخلصوا عليه، وشاك بيحكم انه يتعدم لانه غريب ومش منهم. فايفان بيحاول يمثل عليهم وبيقول لهم انه واحد منهم، لكنه لما خرج بره المدينه دخل في قتال مع نسر، والنسر ده فضل يكبره لحد ما وصل للحجم اللي هو فيه ده، وانهم يحاولوا يتقبلوه لانه واحد منهم مهما كان. شاك بيقول في حل وبيخليهم يقربوا على رجله بالمنشار وبيعرفوه انهم هيقطعوا رجله علشان يبقى في حجمهم، لكن ايفان بيصرخ. وفي اللحظه دي داشا بتقول لهم يبعدوا عنه وإنها تتقاتل عشانه. فشاك بيحترم رغبتها جدا وبيبعت لها المساعد بتاعه يتقاتل معاها. ايفان بيقول لهم انها مش بتشوف وما ينفعش يتقاتلوا، فشاك بيخلي المساعد بتاعه يحط قماشه على عينه وبيتقاتل مع داشا. وداشا بتكون امهر من مساعد شاك وبتقدر انها تغلبه، لدرجه ان المساعد بيتعصب وبيشيل القماشه من على عينه وبيهاجمها، لكن داشا بتتفاداه وبتخليه كان هيقع من على الجسر لكنها بتلحقه من الموت. فهنا شاك واهل المدينه قرروا انهم يدوا لهم اللي هم عاوزينه. شاك بيدي لايفان الحبر وبيقول له انه لسه هيطلع فوق جبل تلجي وان الطقس هناك بارد جدا، ويحافظ على نفسه وعلى اخته الصغيره. وبيكون قصده على داشا. اهل المدينه بيدوا لهم هدوم علشان الطقس اللي على الجبل وبيودعوهم، وبتمشي داشا وايفا من المدينه وهم معاهم الحبر. وبعد كده بيخرجوا من المدينه ومش بيلاقوا الحصان بتاعهم، فبيقرروا انهم يتمشوا. وبتقول داشا لايفان انها كانت خايفه عليه جدا وانها اتعلقت بيه جدا. وفي اللحظه دي الحصان بيظهر وبيقطعهم، وبتفرح داشا لما بتلاقي الحصان، لكن الحصان قال لهم انه مش هيكمل معاهم لانه بيخاف من المرتفعات ومش هيقدر يطلع على الجبل. فبيطلع ايفان وداشا على الجبل لوحدهم لحد ما بيوصلوا قبل القمه بشويه وبيتجمدوا من البرد وبيغمى عليهم. لكن ايفان بيصحى وبيقدر انه يصحي داشا بسرعه قبل ما يموتوا من البرد. بيسمع ايفان صوت جين بتاع المنطاد فوق قمه الجبل، ولما بيطلع بيلاقيه فعلا، وجين بيرحب بيه جدا. بيعرفوا ايفان انه عاوز يروح لمدينه فوق السحاب بالمنطاد بتاعه، لكن جين بيعرفوا انه معهوش فحم ومش هيقدروا يطيروا بالمنطاد. ومره واحده بيسمعوا صوت الحصان وبيعرفهم انه طلع لهم باعجوبه وانه كان خايف جدا من طلوع الجبل. بيشوف جين البخار اللي طالع من الحصان وبتجيله فكره. بيقول لايفان انه مش عاوز الفحم، وبيركبوا كلهم على المنطاد بالحصان، وبيخلي جين الحصان ينفخ البخار بتاعه في المنطاد، وفعلا المنطاد بيطير. وبيقدر جين يوصل ايفان وداشا للمدينه اللي كانوا عاوزين يروحوها، وبتبقى المدينه فوق السحاب وعباره عن ضباب. وبيدخل ايفان وداشا للمدينه لحد ما بيلاقوا الملكتين، وبيتكلم ايفان مع الملكتين وبيطلب منهم الألم. فواحدة منهم بتقول له إنه المقابل هيكون حياته قصاد الألم، فبيخاف إيفان على حياته وإنه كمان مش عاوز يموت دلوقتي، وبدأ إنه يحكي لها قصة داشا. فبتتأثر الملكة وبتقرر إنها تديله الألم وبتخليهم يمشوا بدون ما تاخد منهم مقابل. وبيرجع إيفان وداشا للمدينة اللي هاي سيطر عليها،
وقبل ما يدخل إيفان لهاي بيطلب من داشا تستناه وإنه هيخلي أمها تفتكرها ويخرج معاها. وبيدخل إيفان لهاي وبيطلب منه إنه يخلي إيفونا تفتكر بنتها وحياتها وإن دي أمنيته مقابل الألم والحبر. لكن هاي ما كانش عاجبه الكلام، والحراس كانوا هيقبضوا على إيفان، لكن إيفان بيهددهم إنه هيدلق الحبر لو قربوا تاني. فبيخاف هاي على الحبر وبيقول للجنود تخرج وتسيبه مع إيفان لوحدهم. وبيحاول هاي ياخد من إيفان الحبر والقلم بأي طريقة لكنه مش بيعرف. بيقول له هاي إنه هياخده منه بطريقته، ومرة واحدة بيختفي هاي بسحره وبيقدر انه ياخد من ايفان الحبر والقلم وبيضرب ايفان وبيوقعه على الارض. وبيبدا هاي انه يكتب بالقلم والحبر في الكتاب بتاعه وبيملاه تعويذ وبيخلي الجنود يرموا ايفان بره القصر. وبتجري داشا على ايفان وبتساله لو امها افتكرتها، فبيكون ايفان حزين جدا لانه مش قادر يساعد داشا. فبيطمنها وبيقول لها انها هتفتكرها وبيبعد ايفان عنها وبيفرك الحديده والطوبه اللي بيحققوا الامنيات وبيطلب ان داشا امها تفتكرها. وهاي ما يمتلكش القوه اللي معاه دلوقتي. مرة واحدة بيتنقل إيفان للماضي، لليوم اللي كان فيه بالالاي وهاي بيولعوا النار وبيضربهم إيفان وبيقدر إنه يطفي النار اللي ولعوها وبيروح يولع في المكان الصح واللي هيخلي المركب توصل سليمة. وطاقم المركب بيشوفوا النار وبيتحركوا عليها وبيقدروا إنهم يوصلوا بسلام. وبالنهار الملك بيكون معاه الراجل اللي كان معاه الكتاب السحري وبيخليه يقرأ تعويذة بتخلي داشا ترجع تشوف تاني. وداشا بتجري على والدها وبتحضنه وبتبقى فرحانة إنها بتشوف من تاني. وبيبقى في الوقت ده إيفان فرحان ليها جدا لأنها هتعيش حياتها بشكل طبيعي وسط أهلها. ومرة واحدة إيفان بيتنقل لساحة حرب وبيقرر المرة دي إنه ما يهربش وبيساعد في الحرب، وجيش المملكة بيقدر إنه ينتصر على جيش العدو. وبنشوف توماس جاي لإيفان وبيعرفه إنه فخور بيه جدا لأنه ساعد الجيش إنه ينتصر في الحرب دي. وبيكون إيفان فرحان لأن أخوه مفتخر بيه. وبيطلب إيفان من توماس يدي حاجة للأميرة داشا وبيحط الحلق بتاعها في إيده وبيقول له يديهولها كهدية. وبيكون الملك والملكة والأميرة جايين ساحة الحرب علشان يحيوا الجنود. وبيقرب توماس من الأميرة وبيمد ايده بالحلق وبيقول لها ده هدية من أخويا إيفان. داشا بتمسك الحلق وبتركز فيه وفجأة بتفتكر كل حاجة حصلت. بتفتكر إيفان وهو بيساعدها وبتفتكر مغامراتهم سوا وكل اللحظات اللي قضوها مع بعض. داشا بتنزل بسرعة من على الحصان وبتجري على إيفان والدموع في عينيها. إيفان في الوقت ده بيفتكر كل الأوقات اللي كانوا فيها مع بعض وبيفتح إيديه وداشا بتجري وبتحضنه بقوة. الاتنين بيكونوا فرحانين جدا وكل الجنود والملك والملكة بيتفرجوا عليهم بفرح. وفي النهاية بنشوف إيفان وداشا ماشيين مع بعض وبيغنوا أغنية سعيدة وهم مبسوطين إن كل حاجة اتحلت ورجعت لطبيعتها. وهنا بيخلص الفيلم ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.